بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ نسمي بالرحمن ونحط لايك واشتراك، وتعالوا معانا كده حبايبنا اللي متابعينا على صفحة يوميات سور في الريف. بنشكركم جدا جدا، اخواتنا وحبايبنا واصدقائنا، بنحبكم جدا في الله. يجبروا بخاطركم ربنا زي ما جبرتوا بخاطرنا كده، واحلى تعالجات واحلى كلام. ربنا يخليكم لنا وما نتحرمش منكم العمر كله، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا النهارده احنا عايزين نعمل بسكوت يا جماعه. طبعا امي عايزه تروح للفران تعمل بره البلد. قلت لها انت مش رايحه لحد، احنا هنعمل هنا البسكوت في بيتنا، واحنا عملناه كم مره هنا ومظبوط من ايدنا خلاص. قالت يا ساره عشان انت مش فاضيه. قلت لها لا، احنا هنفضى وهنعمل احلى بسكوت النهارده يا جماعه. اللهم صل على حضره النبي. بصراحه كان حبه بسكوت زي السكر، 5 كيلو بسكوت. بس كانوا حلوين خالص. يعني 5 كيلو دقيق يا جماعة، منهم 5 كيلو بس، يعني اتعملوا بسكوت. طبعا ال5 كيلو دقيق مش بده أكتر، يعني بده إنتاج كتير عامة، يعني أكتر من 5 كيلو بسكوت يعني. جبت لأمي 5 كيلو دقيق من سوبر ماركت، وجبته فرط يا جماعة، ما جبتش الأصيل عشان الأصيل ده يعني هو حلو وكل حاجة، بس أنا بصراحة مش بحبه في البسكوت. ليه؟ بينشف البسكوت. انما اللي هو اللي بيبقى يجي في الشكاير ده، الفرط ده بيبقى بحس ان الحاجه ايه يعني مستطره شويه، مش بتبقى ايه ناشفه زياده عن اللزوم يعني. رحت جبت لها 5 كيلو، وجبت لها 2 كيلو سكر، وجبت الطلبات اللي هي يتعمل بها البسكوت: 2 بيكنج باودر، و3 فانيليا، وروح الموز 2، والعصير برتقال 2، وايه وكم يعني، واللي هي الفانتا دي برضو جزازة، بس احنا مش بناخد منها كتير يعني. قمت انا جايه بقى قاعده كده، وقلت لما انا هصحن لكم الاول السكر قبل ما تيجي تقعدي. قالت يا سور. قلت لها لا، انا هقعد انا مطرحك النهارده كده اصحن السكر. وقعدت صحنت الكيسين السكر يا جماعه، خليتهم شفتوا زي البودره كده بالظبط. صحنتهم الاول ولميت الحته دي كلها تتزيت المكان، وبعدين نديتها لامي بقى، ايه هي اللي قعدت مع نفسها بقى. بس بسم الله ما شاء الله، والله كانوا حبه يعني بسكوت النهارده، كانوا زي العسل. وطبعا النهارده كده ايه، السيد اخويا قاعد معانا بقى، قلت يلا يا سيد معانا ايدك مع ايدينا كده، عشان ما حدش ايه، مش هنعرف نشتغل لوحده انا وامك. امك هتقعد قدام الفرن، وانا وانت شغالين بقى ايه مع نفسنا فوق كده. بسم الله ما شاء الله. مسكت الكيسين كلهم صحنتهم، و... وجبت البوله دي حطيت فيها السكر، وقلت لامي بقى مع نفسك. بس انا اللي بدات اللي اصحن السكر الاول. هي كانت عايزه بصراحه تصحن السكر، وعايزه هي اللي تقعد، وانا اللي قلت لها لا، انا اللي هصحن السكر الاول. جبت الخلاط وجبت الطبليه، وقمت قاعده القعده المعتبره اللي انتم شايفينها دي يا جماعه. كان السيد اخويا بقى قاعد قصادي كده وعمال يضحك كده: يا سور انت عملتي، انت عامله زي اللي قاعده في السوق كده ليه؟ قلت له طب انا اعمل ايه، ما انا لا عايزه اصحن السكر. صحنت الكيسين، انا فضيتهم ووريتهم لكم يا جماعه. كيسين سكر على 5 كيلو دقيق، احنا ماشيين بالمقادير ده على طول. كيسين سكر، ولا عايزين تقللوا قللوا، ما في ناس بتقلل يا جماعه، وفي ناس بتزود برضو، بس انتوا براحتكم. احنا عامه عشان يبقى مظبوط معانا، وانا بحب السكر اساسا، انا قمت انا ايه حاطه كيسين سكر. والروائح اللي انتوا عايزينها، مش محدد اللي انتوا تحطوا ايه، ومش محدد ده هي ريحه بس مش اكتر. عايزينه تحطوا اللي انتوا نفسكم في حطوه. اي حاجه انتوا عايزينها اعملوها، بس هو اللي انا ماشيه بيه على طول المقادير اللي انا قلت لكم عليها دي. الكيسين السكر صحناهم، اهم حاجه تصحنوهم. وهيبقى كيلو ونص سمنه برضو على السكر، تفضل كده ايه يعني تصحن فيه وكده. و... و2 بيكنج باودر، و3 فانيليا، و2 روح الموز، و2 روح اللي هم عصير برتقال الصغيرين دولي، وكيس وبتاعت قصدي جزازة مرقندا اللي هي اللي خدنا منها شوية دي. وبسم الله ما شاء الله كانت ريحة جميلة. وتمنة نشادر اللي هي يعني ايه زي تمنة كده، بس هي مش بتبقى تمنة يا جماعة، هي يعني ايه بتبقى حاجات بسيطة كده. الواحدة لما تروح تشتري يا تمنة يا حاجات بسيطة يا وجية أي حاجة كده يعني. برضو أم حطت منها على الجرس، كانت ريحتها جميلة جدا. وجينا بقى قعدت انا والسيد كده، شفتوا امي طبعا قاعده عند الفرن يا جماعه، انا قعدت انا والسيد بقى فوق في الصاله ومع نفسنا كده. السيد يدور المكنه وانا وهو وانا وهو شغالين. بس بصراحه كان يوم جميل جدا، طول ما احنا قاعدين مبسوطين كده وفرحانين. عملنا الكعك، وعملنا الغريبه، وعملنا البسكويت. ايه العسل ده، ايه العسل دي يا جماعه، والله احنا ربنا يعني ايه، يعني الحمد لله رضا، الحمد لله رضا. كل سنه وانتم طيبين، ويعودها علينا وعليكم بخير.
بمناسبة شهر رمضان الجميل يا جماعة، اللهم صل على حضرة النبي، كان شهر زي العسل. يا ريت الأيام كلها رمضان، يا ريت السنة كلها رمضان، يا ريت العمر كله رمضان. كانت أيام جميلة جدا وتحفة، بسم الله ما شاء الله. بعدى على طول، لو عدى بصوا ما حسناش بصراحة. أنا واحدة من الناس يعني صايمين ولكننا صايمين، يعني كان عندنا عادي كده، يعني كان عندنا شهر زي السكر كده، ولا حسينا بأي حاجة فيه. بس الحمد لله رضا عدى علينا بخير، والحمد لله رضا. كل سنة وانتم طيبين. والسيد اخويا بقى ايه كل شويه يقول لي يا سور تعالى دور انت المكنه. قلت له يا سيد هات وانا ادور انا. يقول لا يا سيدي، طب ما انت اللي عايز. يقول احسن دراعي وجعني. وبصراحه هو كمان في الشغل برضه دراعنا بتوجعه من الشغل. قلت له يا سيدي هات تعالى اقعد مطرحي وانت وانا هقطع. قال لي لا خد انت عشان تتقطع البسكوت اللي انت عايزه تعمليه. بصوا ادي امهاتي يا جماعه كانت بتاخد ورانا على طول وتسوي الصينيه اللي كانت بتاخدها بتسويها على طول، بسم الله ما شاء الله. شفتوا؟ كنا بقى المغرب أذن علينا، بقى تمسك البسكوت وتاكل. ما احنا كنا صايمين بقى وايه بادئين من بعد الظهر وخلصنا بعد المغرب، بسم الله ما شاء الله. شفتوا؟ البسكوت كان خفيف وحلو خالص يا جماعة، كان سكر صافي كده، اللهم صل على حضرة النبي. هي بصراحة أنا واحدة عزيزة عليا جاتي صور خد المكنة، وواحدة تانية قالت خد المشط بتاعها. قلت ايه الخير اللي احنا فيه دي يا جماعة؟ قالوا لا خدي. قلت ماشي، هم الله الوكيل يعني ما حشوش عني اي حاجه. انا بقول يا جماعه عايزه اعمل بسكوت، دي قالت عندي المكنه ودي قالت عندي المشط بتاع المكنه. قلت خلاص ربنا فرجها، يبقى هنعمل في بيتنا بقى. كنت مبسوطه ان احنا بنعمل هنا عشان ايه اصور واوريكم الحاجات التحفه الجميله دي، بسم الله ما شاء الله. شفت امي يا جماعه قعدت بقى وهي ايه لما كنت انا جهزت الفطار كانت لها كام بسكوته كده، والسيد اخويا بقى معاها عمال يصور وعمال ايه يلا يا سور صورت لك الفيديو الجميل اهوت، بسم الله ما شاء الله. شفتوا البسكوت خفيف، كان خفيف وجميل وحلو خالص. كان ايه العسل دي بصراحة، بسم الله ما شاء الله. كانت ريحة زي السكر، كانت ريحة جميلة جدا، والطعم بقى كان خفيف، والريحة مش عارفة اوصف لكم ازاي، بسم الله ما شاء الله. واطلمي بقى مع نفسك كده، اللهم صل على حضرة النبي.